دول اخواتي مش صحابي، دول عشرتي. كل جيل بيشوف اللي بعده ضايع واللي قبله معقد. البرنامج ده بنجمع فيه كل الأفكار ووجهات النظر والخناقات دي في كل حلقة، ونحاول نفهم مين رايح فين. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. عرف نفسك. انا احمد، عندي 23 سنه، خريج حقوق. آه، بتشتغل؟ حاليا لا لسه. بتدور على شغل؟ ساعات كده وساعات كده، يعني على حسب لسه الفرص المتاحه قدامي. انت عايز تشتغل؟ اكيد مفيش حد عايز يفضل قاعد في البيت. اوكي. أحمد قدامك 4 كروت، تمام. اختار منهم كارت وقولي السؤال فيه ايه. تمام. علاقاتي مع حبيبتي او حبيبي؟ لا، وانا حاليا ما عنديش اي علاقات. ما عندكش؟ لا للاسف. طيب لو ده حصل، علاقتك بيها هتبقى ازاي؟ يعني هل انت من الاشخاص اللي عادي ممكن يبقى ليك علاقات كتير وانت عارف ان نهايتها مش جواز او مش خطوبة؟ هل انت بتحب تواعد بنات كتير وتسيبها، ولا دي لا، ما مش بحبش انا شخصيتك؟ الفكره ديت. مم. بحبش انا لو هحب حد، هحبه عشان شخصه هو، او شايف فيه حته ان هو الجزء التاني بتاعي اللي هعرف اكمل بيه حياتي المستقبليه. فانا ليه اقعد كل شويه العب واقعد اجرب؟ لا، ما مش في دماغي الحته دي. حابب الانسانة اللي انت تختارها تكون مواصفاتها ايه؟ مش في يعني بعيدا عن الشكل يعني. كده كده تكون بتراعي ربنا وحنينه مم. على اهلها قبل ما تكون عليا. دي مم. بتفرق في مم. معاملتها مع اهلي بعدين. مم. أه... طبعا تكون ذكيه. مم. بس هو كنت ده مرتبط قبل كده؟ لا. خالص؟ لا ولا في المدرسة وطول 4 سنين الكلية ما حصلش للأسف. خالص؟ كنت أنا الطالب اللي هو بركز في مذاكرتي أكتر، ما بحبش أنا ألف كنت بس. شاطر في الدراسة؟ إلى حد ما بتجيب يعني تقدير وكده؟ أه بمشي، الدنيا ماشية معايا الحمد لله. لأن أنا ببقى حاطط قدامي هدف إن أنا عايز أوصل له، فهو دوت اللي أنا التارجت بتاعي، فلازم ما أقلش عنه بس. ربنا معاك. يا رب. طيب في يوم من الأيام لما ترتبط بواحدة، هل أنت من الشخصيات أو من الرجالة اللي بتدخل صحابها في مشاكلها؟ هل أنت من الشخصيات اللي بتدخل صحابها بيتها ويعني وتبقى كاشفة كل حاجة قدامهم؟ أي حاجة ما بيني وما بينها دي بتاعتي أنا وهي وبس. حتى أهلها وأهلي ما ينفعش يتدخلوا فيها. ليه؟ لما حد بيخش في علاقة هو مش عارفها، هم. هو هيخرب الدنيا أكتر ما هي هم. خربانة. هم. فأي مشكلة لازم تكون أنا وهي نقعد مع بعض، نعرف إيه المشاكل، هم. نرتبها نحلها. مع بعض بهدوء، نشوف إيه الحل بتاعها هم. بس. طيب أحمد، ممكن تسحب الكارت التاني؟ تمام. علاقتي مع ربنا. علاقتك إيه مع ربنا؟ علاقتي مع ربنا بتمنى إن هي تكون علاقة كويسة، بس طبعا مفيش حد كامل. فبتمنى إن أنا أقرب أكتر من ربنا، إن أنا مقصر شوية مقصر في إيه بالظبط؟ في كل حاجة. مفيش حد مش مقصر في أي حاجة، سواء صلاة، سواء كدين، أنا كإن أنا أغض بصري مثلا، هم. آه أفعالي هم. في العموم. هم. فربنا يهدي الجميع. بس هل بتعمل غلط؟ أكيد. الغلط اللي من أي نوع؟ أكيد مش الغلط اللي هو العظيم. هم. لا، كلنا بنغلط. مثلا ممكن أكذب، هم. آه ممكن ما أصليش. هم. دي ساعات بكسل، هم. اللي هو أنا جمعت عليا صلوات أكسل أصليها. هم. فلا، هي حاجات طبعا ما ينفعش تكون موجودة، بس يا ربنا يهدي الجميع. إيه أكتر موقف مريت بيه وحسيت إن ربنا قريب منك وبيطبطب عليك، بيقولك أنا معاك يا أحمد؟
ما تخافش. نجاحي من ثانوية عامة، إمم. فترتي في ثانوية عامة ديّة، أنا ثانوية عامة ديّة عدِّت عليّا ككابوس، كانت سنة صعبة. أنا طبعًا دفعة التابلت، إمم. الدفعة الشهيرة إمم. فكان كل حاجة من سنة أولى ثانوي وهي كلّها غلط، امتحانات مش امتحانات، كلّه عايز يجرّب أي حاجة وخلاص، إحنا اللي ملطوطين. إمم. جات ثانوية عامة دخلت، أنا يعتبر ما خدتش دروس غير في مواد قليلة، إمم. يعني المفروض ثانوية عامة دي باخد دروس في كل المواد، لأ أنا ما خدتهاش، لإن أنا كانت الدنيا مش مكشوفة قدّامي صح. إمم. ما حدش عارف المدرسين نفسهم مش عارفين هم بيدرسوا إيه، ولا النظام اللي هم هيدرسوا بيه إزاي. إمم. فاتجهت إن أنا أذاكر في البيت، وذاكرت وعملت اللي عليَّ، إمم. بس الامتحانات طبعًا ما حدش كان فاهم هو عايز إيه. فعدّيت بعد الامتحانات، درجاتي طبعًا وقعت خالص، إمم. بس الحمد لله ربنا كرمني بإن أنا دخلت كلية. بس أنت كنت عامل اللي عليك وأنت كنت مذاكر. آه طبعًا، المجموع اللي أنت جِبته أنت ما كنتش متوقعه، خالص. كنت حاسس لا إن أنا أنت ولا ممكن تخش المدرسين كلية اللي أنا كنت كبيرة؟ لا أنا ولا المدرسين اللي هم كانوا بيراجعوا معايا أو بيتابعوني، لأ دي مش درجاتي. أعتقد إن دي مشكلة الشباب كلّهم مش أنت بس يعني. آآ هي مشكلة إدارة إمم. بس. بالنسبة للسؤال اللي أنتِ سألتيه بتاع الكلية، إمم. أنا كنت علمي علوم، إمم. وكان نفسي أخش علاج طبيعي، إمم. بس الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله تبقى ربنا وكيل كتب نيابة قد لي. الدنيا. يا رب. أنا في كلية حقوق طبعًا، دي أحسن وأحسن، مجالاتها أوسع كمان أكيد. من العلاج الطبيعي. أكيد. بس. طيب ممكن تسحب الكارت التالت؟ تمام. سوري. علاقتي مع أهلي. علاقتك مع أهلك إيه؟ أن بُصّي، علاقتي مع أهلي زي أي علاقة أب وأم مع ولادهم، بس مش قوية أوي، ولا هي ضعيفة أوي. إمم. العلاقة اللي هي تعتبر سطحية، إمم. لا أنا عارف أفهمهم ولا هم يفهموني، يفهموك. بس فبنحاول على قد ما نقدر إن إحنا ن نتوافق معاهم. طَب أنت مش عارف تفهمهم وهُم مش عارفين يفهموك، هل أنت عارف إيه السبب؟ فرق الأجيال، إمم. ده اللي أنا يعني ماشي عليه، يعني ده أكيد هُم في جيل اتعلموا على حاجة تانية غير اللي إحنا دلوقتي بنتعلم حاجات تانية. إمم. التكنولوجيا، إمم. التكنولوجيا فارقة جدًا مع التطور اللي حصل دوّة، إمم. فده عامل من العوامل اللي هي تخلّي الناس مش فاهمة بعض، إمم. بس. طَب مين أقرب حد ليك في أهلك عمومًا؟ كانت ستي الله يرحمها، الله يرحمها، والدة أمي، إمم. بس. الله يرحمه. الله يرحمها. نِفْسك تحقق إيه لنَفْسك ولأهلك؟ يعني ما اخلّيهمش محتاجين أي حاجة، دي أهم حاجة بالنسبة لي، إمم. لا هُم محتاجين حاجة ولا أنا محتاج حاجة. بتحب تعتمد على نَفْسك؟ آه، في أوقات كتير. ربنا معاك. يا رب. ممكن آخر كارت؟ علاقتي مع أصحابي. علاقة منيلة ب60 نيلة. ما فيش حد ما بيحبش صحابه، وبالذات لمّا يكون. بتحبهم أكتر من أهلك يعني؟ لأ طبعًا، الأهل رقم 1، إمم. بس في صحاب دول إخواتي، مش صحابي، دول عِشرتي، إمم. دول اللي أنا مكمّل معاهم من ساعة ما اتولدت لحد العمر كلّه. إن شاء الله. ف علاقتي معاهم علاقتي مع الصحاب عمومًا مش أي حد يبقى صاحبي، إمم. لأ. أنا عندي comfort zone كده، هُم إمم. 2، 3 هُم دول الأساس. ممكن أعمل صحاب كتير إمم. في أي مكان وفي أي وقت، بس لأ هُم دول هيفضلوا الأساس، بس فربنا يخلّينا لبعض بس. في حد من أصحابك اتصدمت فيه، حسيت إن هو بيحقد عليك، بيغير منك، غدر في بيك؟ في إمم. وعملت إيه معاه؟ سِبته، سِبته ولا كإني شايفه. ما عاتبتوش؟ العتاب هيجيب مشاكل، اعتاب الندل فأنا اجتنابه، هاكبّر دماغي، بالضبط، مش كده؟ بالضبط.
أنا ليه أجي أوجع دماغي بيهم؟ إمم. أنت ولا تفرق لي، مش أنا ما فرقتلكش في الأول، خلاص أنت كمان ولا تفرق لي، بس. شكرًا يا أحمد. العفو. الفقرة دي أنا باحب فيها جدًا الناس تخرّج كل اللي جواها. إيه يا أحمد، إيه؟ إزيك؟ الحمد لله. أحمد بعد الساعة 12:00 تمام. يعني أشُك إن أنت تبقى في بيتكم، يعني هتلاقيك قاعد في الشارع، بس بعد الساعة 12:00 تدخل أوضتك كده ماشي. وتقفل عليك الباب وتنام وتحط دماغك على المخدة، حلو. بتشوف إيه؟ إيه أكتر المواقف اللي اللي تعباك في حياتك؟ إيه أكتر حاجة حصلت لك وما حدش يعرف عنها حاجة؟ إيه الماضي اللي دايمًا بتفتكره؟ خايف من المستقبل والّا مش خايف منه؟ بتتمنى إيه؟ الحالة ديّة بتبقى حالة صعبة شوية، إن أنا بابقى راجع خلاص المفروض أنام مرتاح، بس أنا دلوقتي داخل على فترة صعبة اللي هو التخرُّج، فأنا دايمًا بافكّر في اللي قدّام، هاعمل إيه إزاي هاشتغل وأجيب فلوس منين، هابني نَفْسي إزاي، فالدنيا كل الأفكار بتيجي في دماغي. طيب هل في الوقت اللي إحنا فيه دوّة، هل هنعرف نعمل حاجة والّا لأ؟ آآ من بعد 22 أنا كانت ستّي اتوفت، فدي كانت مأثّرة عليَّ شوية، كنت لسه بادرس، أنت كنت عايش معاها؟ معظم الوقت معظم إمم. حياتي يعتبر، إمم. كانت أقرب حاجة ليّا، بس، فربنا يرحمها يا رب. يا رب. فالدنيا باقعد أفكّر فيها، طَب هل دلوقتي هي لو كانت معايا كان هيبقى حالي كده؟ هل هاعمل إيه في اللي جاي؟ أنا هاتكلّم مع مين؟ ما فيش حد أتكلّم معاه دلوقتي، أتكلّم دلوقتي أنا ما باحبش أتكلّم مع حد في العموم، كنت بتقعد تتكلم معاها؟ طبعًا هي دي كنت بتحكي لها حاجات ما بتحكيهاش لبابا وماما؟ ما فيش حد يعرف حاجة عنها غيرها، هي دي الوحيدة اللي كانت تعرف كل حاجة عني. دلوقتي ما مش لاقي حد أحكي له، عاتبت ربنا أو لمّا مش عارف. لمّا 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 رُحت. لأ، هو أنا عاتبت نَفْسي، ليه؟ كنت حاسس إن أنا كان المفروض أبقى جنبها في الوقت ده، أنت بس ما كنتش جنبها إزاي؟ آآ كنت بعيد عنها شوية. قبليها كده بفترة كنت متجاهلها شوية. متجاهلة عن قصد والّا غير قصد؟ غير قصد، إمم. مستحيل أكون عن قصد. الدنيا وأصحابك والظروف بالضبط. يعني كانت والدراسة، واخداك والدراسة؟ الدراسة، إمم. بس أنا لسه داخل كُلّية جديد، فعايز أفهم الدنيا بتاع، فمشغول في الدراسة عمومًا، إمم. بس، فكنت بعيد عنها شوية. في حاجة في الماضي مضايقاك غير وفاة جدتك؟ زي ما قُلت لِك أنا بارمي كل حاجة ورا ضهري، ما باحبش أفكّر فيها، إمم. ليه هاتعب نَفْسي؟ إمم. اللي راح، راح، خلاص، مش هنعرف نعمل أي حاجة، إمم. بس. خايف من صدمات؟ أكيد، خايف أكيد. خايف تتصدم في مين؟ في أي حد قريب مني حاليًا، أولًا أهلي، ثانيًا صحابي، آآ كل هتتصدم في الناس، أهلك من إيه؟ كوفاة، هي الوفاة هي الصدمة الوحيدة اللي هتخلّيني مش هاعرف أتعافى منها، لإن أنا فعلًا ما اتعافيتش لحد دلوقتي من وفاة ستي، إمم. بس. لكن كصدمات بقى اللي هي كمعاملة، كأي حاجة، لأ، أنا زي ما قُلت لِك أنا علاقتي مع أهلي مش أحسن حاجة، بس بنحاول. وكده ما حدش هيقدر يزعل من أهله، أكيد. أهله دول هم اللي شايفين كل حاجة، عندهم خبرات سنين فاتت. أنت مش شايف بالضبط. وما حدش هيحبك قده. وهاشوفها إمتى؟ لمّا أكبر وهاتجوّز وهيبقى عندي عيال، طبعًا. هاخاف عليهم زيّهم زي ما هُم كانوا بيخافوا عليّا. وهتعمل نفس اللي هُم بيعملوه. بالضبط، إمم. بس. أحمد، عاملة لك حاجة صغيرة كده، ربنا يعني يستر، وهيسترها طبعًا. يا رب.
مستعد؟ مستعد. الو. الو، مساء الخير. نور يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. مين يا فندم؟ احمد معايا في البرنامج وعايزاك تقول له كلمه. احمد ابنك. احمد ابني؟ اه. ده برنامج ايه يا فندم؟ برنامج جينزي. اهلا وسهلا بيك. اوكي، اهلا بحضرتك. عايزاك بقى تقول كلمه لاحمد. والله هو احمد، لو احب اقول له كلمه اقول له الحياه لسه قدامك. حاول ما تتسرعش، مبقاش عصبي. النجاح، عشان اوصل لنقطه النجاح لازم اعمل مجهود، ما تستعجلش. على قد ما هتبذل مجهودك على قد ما ربنا هيعطيك اللي انت عايزه ويحقق لك النجاح. واتمنى له دايما ربنا يوفقه في كل خطوه بيعملها، مع التركيز والصبر كل حاجه بتتحقق ان شاء الله. احمد حنين معاك ومع مامته؟ احمد حنين جدا وعطوف جدا، بس هو ممكن مشكلته ان هو متسرع شويه، عصبي شويه. لكن دي هقول سمات يمكن متواجده في الجيل الحالي اللي بقى عظمى يعني. دي حقيقه. هم دايما مستعجلين، عايزين كل حاجه بسرعه. ما عندهم صبر قليل. بيتعصبوا بسرعه. دي طبعا صفات مش حميده. طبعا. اتمنى طبعا ان هو وجيله يتغاضوا عنها ويتعلموا الصبر ويتعلموا الحكمه ويتعلموا ان كل حاجه ليها توقيت وكل حاجه ليها قدر. اكيد. متشكره لحضرتك قوي. العفو يا فندم، تحت امرك. شكرا. مع ماشي، السلامه. اتفضل يا فندم. مع السلامه. متشكره يا احمد، العفو. نورتني وشرفتني، واتمنى ربنا يكرمك ان شاء الله وتشتغل يا رب. وتدخل المجال اللي انت نفسك فيه يا رب. ان شاء الله. ربنا. مسافة كبيرة يا أحمد يا جماعة.